جماعة كلكم طيبين. طبعا الوضع اللي احنا فيه دلوقتي وضع صعب جدا في المنطقة. الحرب اللي قامت دي لو احنا فاكرين ان هي بعيدة عننا نبقى احنا مش فاهمين كويس. الحرب دي هتمسنا بكذا طريقة مباشرة وغير مباشرة. البحرية الإيرانية تقريبا قفلت أو هتقفل مضيق باب هرمز، مضيق هرمز. مضيق هرمز معناه قفله، معناه قفل باب المندب. باب المندب معناه قفله، قفل باب المندب معناه قفل قناة السويس. لأن المفروض خط التجارة بيعدي من قناة السويس، ينزل البحر الأحمر، يدخل على مضيق مندب. المندب يدخل على مضيق هرمز. فأدي كده كل إيراد قناة السويس هيتأثر، وهيتأثر تأثر جامد. غير إن الحوثيين لسه هيتدخلوا وهم ذراع إيران في اليمن، فهيبتدوا يقفلوا باب المندب ويأثروا على التجارة في البحر الأحمر، والسفن هتخاف تمر من هناك. ادي اول تاثيرات علينا في الحرب، لان قناه السويس تقريبا بتمثل دخل رئيسي لينا في الموازنه المصريه. تاني نقطه هنتاثر بيها غير قفل قناه السويس، ان احنا بنستورد الغاز من اسرائيل. دي حقيقه موجوده ايا كان اذا كنت مؤيد او معارض ليها، بس هو ده الواقع. طيب من بنك الاهداف الايرانيه اللي ايران بدات تهاجمه محطات الغاز في اسرائيل والمواقع بتاع انتاج الغاز في اسرائيل. اذا امدادات الغاز هتتاثر لينا، وده مش هيحصل بكره او بعده او كمان اسبوع، احنا بنتكلم على المدى الطويل. معنى ان الغاز الطبيعي يبتدي يقل، اسرائيل هتقلل تصديره، معناه ان الكهرباء هتتقطع عندنا والمحطات هتقف. فادي تاثير تاني حيوي علينا. تالت تأثير، لما البترول هيبتدي أسعاره ترتفع والدولار هيرتفع، ماشي، وبالتالي ده تأثير برضو علينا، هيبقى تأثير كبير. إذا إحنا داخلين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الحرب دي. كمان رد فعل إيران المبالغ فيه، أو مش المبالغ، رد فعل إيران العنيف ده في مهاجمة كل الدول، أكتر من دولة عربية. وكمان في حاجة غريبة، إن هي ما هاجمتش مناطق قواعد عسكرية زي ما هي قالت، لا ده هاجمت مثلا المطار في الكويت. ماشي، هل ده خطأ؟ هل ده متعمد؟ هل ده رد فعل انتقامي؟ في كلام كتير ان اسرائيل لما هاجمت مقر اقامه خمائني، هاجمته بحوالي 30 40 قنبله مضاده للتحصينات. ففي كلام عن اصابه الامام الخمائني ذات نفسه، وده المرشد الايراني، يعني ده رمز عندهم كبير، رمز ديني، لا يقل مثلا عن بابا الكاثوليك في روما مثلا، ماشي، بابا الفاتيكان. فده بالنسبه للشيعه الاثنى عشريه كده. فهل هو مات؟ هل اتصاب؟ هل رجال الصف الاول اتصابوا؟ هل ناس من اسرته اتصابوا؟ كل ده لسه ما فيش تاكيدات عنه، بس رد الفعل ده معناه ان هو في اصابات جامده. طب موقف مصر ايه؟ هتقف تتفرج والسعوديه بتتهاجم؟ هتقف تتفرج والامارات بتتهاجم؟ هتقف تتفرج ومصالحها متاثره؟ المنطقه كلها مشتعله. في الاخر بنقول يا رب هات الحرب دي، يا رب عدي الايام دي على خير، يا رب الطف بينا، يا رب ما تسيبش اسرائيل وترامب والمتطرفين يا رب في امريكا ياخدوا العالم كله لحته الحرب العالميه الثالثه اللي هم مستنيينها. وان هناك في بعض الطوائف بتتحدث عن ظهور المليار الذهبي، وان لازم تحصل حرب يموت فيها تلت سكان العالم. كل ده وارد، وكل ده اللي هي حرب هرمجدون، بس ده يبقى نتكلم عنها في موضع آخر. تصبحوا على خير وربنا يلطفها بينا.